الخيل. قال أخي زينب ما الخبر؟ قالت له أخي عندما توجهت إلى القوم وناديت فيهم سقط رضيعك إلى الأرض. قال أخي ناوليني إياه. خرج به الإمام إلى جهة الأعداء. قال أيها الناس إن كان ذنب للكبار فما ذنب هذا الصبي؟ خذوه واسقوه ماء. وكان الإمام قد غطاه بعباءته يخاف عليه من حرارة الشمس. المختار عندما حاكم اللعين حرمله قال ما كنت تصنع في اليوم العاشر؟ قال أنا كنت رامي سهام، كان عندي 7 سهام أصبت ب4 وأخطأت ب3. صبت من بهذين ال4؟ قال السهم المثلث الذي له 3 شعب أصبت به قلب الحسين فخر إلى الأرض صريعا. السهم الثاني قال السهم الثاني أصبت به عبد الله الرضيع وذبحته من الوريد إلى الوريد. السهم الثالث أصبت به أبو الفضل العباس في عينه اليمنى. السهم الرابع أصبت به عبد الله بن الحسن وهو في حجر عمه فذبحته من الوريد إلى الوريد. يقول له أيها اللعين ما هي أصعب السهام علي؟ يقول له السهم الذي رميت به الطفل الرضيع. قال لي شو السبب؟ قال لي لأن هذا الطفل كان مقمطا وعندما ذبحته من الوريد إلى الوريد وأحس بحرارة السهم استخرج يديه من الحمار واعتنق رغبة والده. هذا اللعين يقول علمني هذا المنظر، لكن شلون حالة الإمام الحسين؟ ساعد الله قلبك سيدي وأنت ترى ولدك وقد مالت رقبته. وضع الإمام يده تحت منحر الطفل فلما امتلأ الدم رمى به إلى السماء فلم تسقط من ذلك الدم قطرة. تلقى حسين تلقى حسين دم